أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الشيخ أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سهل الهروي الكروخي في العشر الأول من ذي الحجة سنة 47 أو 500 بمكة شرفها الله تعالى وأنا أسمع. قال أخبرنا القاضي زاهد أبو عامر محمد بن القاسم بن محمد الأزدي رحمه الله تعالى قراءة عليه وأنا أسمع في ربيع الأول من سنة 82 و400. قال الكروخي وأخبرنا الشيخ أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم الترياقي والشيخ أبو بكر أحمد بن عبد السمد بن أبي الفضل بن أبي حامد الغورجي رحمهم الله تعالى قراءة عليهما وأنا أسمع في ربيع الآخر من سنة 81 و400. قالوا أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجراحي المروزي المرزباني قراءة عليه. قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المحبوبي المروزي فأقر به الشيخ الثقة الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله مقع إلهي أيام كب الله سوء الرحمن نحريست قود نحريسته الله سوء الرحيم نحريست قاركة نحريسته. افتتح الكتاب بالبسملة إمام الترمذي رحمه الله تعالى كتاب كيسي وحكوب اللابي بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله العظيم ديشاء كدينا كتابك إلهي جل شأنه واختفاء بكتب نبيه الكريم يسقو كرات راعي كتبتي ورقده النبي الدرجري صلى الله عليه وسلم مركو ورقدر يا النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أيكب الله بجر وعملا بحديثه يسوى كعمل فلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بداءة كل أمر ذي بال بسم الله الرحمن الرحيم. أرهن كستا أهمية صاحب إن لقب الله بسم الله الرحمن الرحيم والنبي نوجد صلى الله عليه وسلم وهو حديث كاسنة ما أخرجه الحافظ عبد القادر الرهاوي في 40 كتاب كيس 40 كحديث وكسو صاري من حديث أبي هريرة مرفوعا كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقضع. أرين كستا مهمة أهمية الصاحبة إن لقب الله بسم الله الرحمن الرحيم ومدقوا أي قليل البركة وناقصها ومد بركدي سنيريها بركدنا الناقص تهي. واختصر المصنف على البسملة إمام الترمذي وحكم الله بكتاب كيسي بسم الله الرحمن الرحيم أيكو قابصد وحمد الذي يصلي نبينا صلى الله عليه وسلم يتشهد كي انت صدام بشيخ موسن شيغن كالإمام البخاري في صحيحه وسيدا أوغو قابصدي بسم الله الرحمن الرحيم إمام البخاري إساق نفسديس صحيحيس وكأكثر المتقدمين في تصانيفهم يا علماء المتقدمين تا انتو دبضان با ساسي كو قابصدان بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يأتي إمام الترمذي لما إيمان بالحمد والشهادة مع ورود قوله أيضا النبي قول كيس أصاء أروري صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقدع. وحساء أروري أرهن كستي أهمية صاحبة ونلقب بالله الحمد لله ومد وقوعا. وقوله النبي قول كيس أروري صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها شهادة خطبة كستو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نلقب بالله فهي كاليد الجدماء كعن حنون سنيسا وكلوه وجودام قبته حنون سنيسا ونسقان كجرته. أخرجهما على هذا حديث بحاسو صار أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة. ولما قال الحافظ ابن حجر وحسيخ ساس قابصدي بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الكي حافظ ابن حجر وكير الدرتيس في فتح الباري من أن الحديثين في كل منهما مقال لبدا حديث والبحديث كالشهادة التشهد إنه وحول بلغو بالله iyo xamdiga in wax walba lagu bilaawdo xaafidku wuxuu yiri waraag galay labada xadiis waraag ku jira salimna wa nabad gelinay salahiyatuhuma labada xadiis lil hujja amba ka dhigna waa labada xadiis inay hujja u soo badaan laakiin laysa fiihima anna dalika yata'ayyanu bin nutq wal kitabati ma'an laakiin labada xadiis kuma sugna in la qoro oo tashahudka iyo xamdiga in la qoro lagu dhawaaqo inay ceenoobayaan oo dhawaqa iyo la isku daro qoraalka fala'allahu imam tirmidhi waxa suurta gal hamida wa tashahada nutqan inuu ilaahay mahdiyay tashahuday dhawaqaas uu isaga gaabsaday inda wadci kitab markuu kitaabka dejinayay ayaa dhici karta xamdiga iyo tashahudka inuu isaga gaabsaday sheekhu inuu ku dhawaaqay bis oo uu san qorin walam yaktub dalika ikhtisaaran ala albasmala arrimahaasna uu san qorin xamdiga iyo tashahudka isagoo isaga gaabsaday sheekhu bismillaahir rahmaanir rahiim isaga gaabsaday لأن القدر قدرك الذي يجمع الأمور الثلاثة ذكر الله هذا سدح الأرمود بو حيسو تغيان ذكر الله وبسمله حمدك iyo tashahudka kulligood ilaahay in la xuso ay isugu tagay waqad hasala dhikriga ilaahayna wuxuu ku xasilay biha bil basmala dhikriga ilaahayna hadda bismillaahir rahmaanir rahiim wa ku xasil intaha kalaamul xaafid warkay xaafidku halkaas ayuu ku dhamaaday oo marka yaani sheekha sababta uu uga tagay xamdiga iyo tashahudka أخبرنا وحنا ورمي الشيخ أبو الفتح أخبرنا الشيخ أبو الفتح إلى لقاره باب كان أقوه الرئية إمام الترمذي رحمه الله تعالى وكب الله بالدونة أبواب الطهارة أنت كسو كيسو حلوغة هذا للدونة رواة جامع الترمذي عن الإمام الترمذي كتاب كان ضدك كسو حنباري شيخه iyo sanadkii ay uga soo xambaareen oo uga wariyeen sheekh akhbarana ya dhahaya marka akhbarana sheekhu qofka dhahaya hoosu kaaga ishaari wuxuu ku leeyahay qaa'iluhu akhbarana sheekhu abu al-fath waxa yiri umar ibn dabar zada sasan u dabdinay daadu way kor dhigan tahay baadana waan kor dhiganaa raadana waa saakino waa umar ibn dabar zada al-baghdadi tilmiidu abu al-fath abd al-malik وأبي الفتح كان أرضيجيسي وكتابك أسونا كوريي أيام ضحية مركا وحكومة قعديري هاي عمر بن دبر الزدا وكومة قعديري لكن هو عمر بن محمد بن معمر بن دبر الزدا وشيخ الحديث في عصره ومن رواة جامع الترمذي وردتك كومة قعديرا إنه كتاب كوريي جامع الترمذي قال أخبرنا الشيخ أبو الفتح عبد الملك أيام نور عبد الملك قاسو ابن أبي القاسم إنا أبي القاسم عبد الله أبي القاسم وعبد الله قاسو هوس دغيناه وحنكو بيانينينا أبي القاسم وكنيدي عبد الله هنا ومغعي رسمي آبها شيخنا بيهس مغعي عبد الله أخبرنا الشيخ أبو الفتح عبد الملك قاسو ابن أبي القاسم عبد الله أبي القاسم عبد الله قاسو ابن أبي سهل إلى أبي سهل شيخ أبو الفتح قاسو الهروي شيخ كسفه شيخ أبو الفتح قاسو الهروي مقالة سلون اسمه حرات ومقالة حرات اللي جري حرات أو تأله حرات اللون اسمه هوسنا وكاغا إشاري الهروي بالهاء والراء المهملة المفتوحتين نسبة إلى الحرات مدينة مشهورة بخراسان لكن هذا وحيد عداء أفغانستان هرات كأفغانستان كتال هرات ولبا دنع كوفرت وحي حكتا ما كوفر معها قرح دعا غربي وغربي أفغانستان وغربي دنع قرح دعا أفغانستان وهروي هرات تاسلون نسبي عبد الله بن أبي سهل شيخ الهروي مقالة سهرات لو نسبيي تقع غرب أفغانستان قلبتك أفغانستان العادة
sheekhaasoo alkaruukhiyu magaaladiisa karuukha loo nisbeeyey waa magaalooyin kulli afghanistan ku yaalla oo iyaduna haraaday u dhowdahay karuukhadu iyaduna haraad ay iyaduna ka mid tahay gobolladaas uun afghanistan gobolladeeda gobol ka mida sheekhaasa annaga noo warramay kitaabkan jaamicu tirmidi waa abulfatxi alkaruukhi abulfatxi alkaruukhi wuxuu ka mid yahay min shuyuukhi السمعاني كتاب كان شيخ سمعاني اللي يرى شيوخ ذا علم الحديث وكبرتي أيو كمدي سمعانينا وكتاريخي وحكى له كترجمي إمام الذهبي في سير أعلام النبلاء شيخا الهروي الكروخي وحوير الذهبي هو شيخ صالح خير شيخ صالح أو خير بدنا حسن السيرة صدوق ثقة ونصدوق لوك السيف وحوير السمعاني وكسو قوري الذهبي قال السمعاني قرأت عليه جامع الترمذي سمعاني وحوير وحان كد الأخريي جامع الترمذي ومشايخ ذو حكم ذها كتاب كان آد لوغا آخر سجري جامع الترمذي قال السمعاني قرأت عليه جامع الترمذي وحان كد الأخريي جامع الترمذي وقرئ عليه عدة نوب ببغداد بغداد مرشيخ وجوغانا دور غور ayaa lagu dul akhriyay kitaabkan jaamic tirmidhi oo intaas oo qof iyo intaas oo xalqo ayaa lagu dul akhriyay kitaabkan jaamic tirmidhi وكتب نسخة بيده شيخنا كروخيغان ابو الفتح الكروخي غعنتيسو wuxuu ku qoray nusqo oo kitaabkan kamid ah jaamic tirmidhi oo farguri ah min bidayat الكتاب ila nihayatihi ayu gacantiisa kitaabka oo sheekhu ku qoray ووقفها مركز وقف كدغ او المسلمين تا اخرسن دونت كتاب كان جامع الترمذي ايا نسخدان وقف uga dhigay ساسو سميه شيخا كروخي فمرض فاعطى له بعض السامعين شيئا من الذهب وحور سمعاني شيخا ابو حنونسدي markii جامع الترمذي aan ku dul akhrinay markuu xanuunsaday ardaydii ay dahab badan u keeneen lacag badan oo dahab أي أكانا فما قبله ودي ذي الشيخ من باب الورع شيخ حلال من بدن أهايو ودي ذي ما أقبل يور وقال وحور بعد 70 واقتراب الأجل آخذ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وحور تضوات سنمر كان قاريك بعد وقت جينا أسود دوالي ميان أجرك قادنا حديث رسولك صلى الله عليه وسلم ساسو شيخ النيريور ومركن ذهبك وجينا شيخه وحوير بعد 70 واقتراب الأجل آخذ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دوات سنك بعد يمختي وسود وعليك بعد بيان حديث رسولك صلى الله عليه وسلم وحقوق هذا ورده شيخ مركن ذهبك واسكر الديي مع الاحتياج إليه أسقوا أد أقباهنا وظروف حنون يكجري واسكر الدي أسقوا أقباهنا مركز شيخ وساس ورع وها أبو الفتح الكروخي من تقوى بدن الزهد بدن أيها ذهبي وحوري كان صوفيا شيخا نوحوها الصوفي أبو الفتح الهروي الكروخي من جملة من لحقته بركة شيخ الإسلام شيخي سي بركتي سيدتك إيجارتي أيو كمدها كروخي وقد لازم الفقر والورع إلى أن توفي بمكة وحشاخ لازم فقري يحلال ميرت إلى مكة وكردنتي تاريخ هجري ومركوها شنبقل أفرتن يسديدي وقد لازم الفقر والورع إلى أن توفي إلى شيخ لقى أفسدي بمكة مقالة مكة إلى لقى أفسدي ورعي سي فقر يسو إسكال لازمي وحود انتي شيخ وشنبقل أفرتن يسديدي ودنتي الكروخي أخبرنا الشيخ الكروخي شيخ الكروخي أيا نور رمي في العشر الأول أي كتاب كان نوغو رمي كتاب كان وحنو شيغي ونو أخريي طبنكي وغهري طبنكاسو من ذي الحجة بشد الحجة كاملة سنة 47 و500 سنة كي شنبقل يا فرتن يا تضبات ومركو دمر ربا شيخو maxaa yeelay isaga ba dhintay saan soo sheegnay 548 uu dhintay 548 uu dhintay annagana 547
أي كتاب الشيخ أن كورني ونو أقريي بمكة في مكة مقالة مكة دحديدو نوغو خبري أخبرنا كتعلج مقالة مكة دحديدو وماشي وكل انتي بالشيخ سيدان ذهبي هذا كسو قورنين مكة كل انت بمكة في مكة مقالة مكة دحديدو كتابك نوغو خبري شرفها الله تعالى إلهي هالشرف وشرف الله الزيادة مقالة مكة والحال أيو كتابك نوغو خبري أنا أسمع أنا المقليون دقي سنة يا شيخ أنا أسمع وجملة حالية جملة حالية أي قال عمر بن الدبرزة وحويري أخبرنا أبو الفتح والحال أني كنت سامعا قالوا لجدا أنا مقلي السماع إجازة ما أهين سماع عن شيخ كتابك وقاعدنا المقلي قال وحويري شيخ سجنا شيخ كروخي قاهو كتابك عن كقاعدني وحويري أخبرنا القاضي الزاهد أنا ذاس وحلقة سوق جابي محدثين ترى إن بدنا استعماله أخبرنا ولا سوق جابي أنا ذاس مركز سوق جابي قال كروخي ياسوح ويري أخبرنا القاضي الزاهد أبو عامر أي أننا كتاب كان كسوق قارن نو خبري أخبرنا أننا وحا كتاب كان نو خبري القاضي الزاهد أبو عامر محمود كاسو ابن القاسم قاسم الكيسة قاسم كاسو ابن محمد إن محمدها شيخ أسقاطي قاهو الأزدي وقبيلة الشيخ قبيل كيسة أزدي لو نسبي أي أن كتاب كان كسو قاري ونوع خبري الأزدي رحمه الله تعالى شيخ الله أنه حريسته قراءة حالو يهي مثل آخريي وحن كدغينا مصدر بمعنى اسم المفعول عليه على الشيخ شيخ الدشي سنة لغو أقريي أما وحن كدغتا مصدر بمعنى اسم الفاعل قراءة قارئا حال عليه الشيخ غير كي وكد الأخريي والحال وغير كي وكد الأخريي كتابك أنا أسمع أنا ودغي سنة مركا لغو دول الأخرين يا شيخ مركا قراءة مصدر بمعنى اسم المفعول أما مصدر بمعنى اسم الفاعل لبضب الشيخ هوس وكاغا إعرابه قراءة عليه وأنا أسمع أي أخبرنا القاضي حال كونه يقرأ عليه وأنا أسمع أو حال كونه قارئا عليه غيري وأنا أسمع فقوله قراءة مصدر بمعنى اسم المفعول أو مصدر بمعنى اسم الفاعل منصوب على الحالية مركا لبضب وديه كرتاب مركا الشيخ حسن وحويري شيخنا أننا كتابك نو خبري القاضي الزاهد أبو عامر محمود بن القاسم بن محمد الأزدي شيخان مركا القاضي الزاهد أبو عامر محمود بن القاسم بن محمد الأزدي كان من أركان مذهب الإمام الشافعي علماء مذهب كإمام الشافعي تيررك واه أي عصر جيسها بهراته مقالة هراته مركي ليرا أركان مذهب كإمام الشافعي وكمذا شيخ شافعي وها وحاول يقولك هراتا ضدك الله صد دونتو مذهبت إمام الشافعي ضدك أسو شيخا كمذا أزدقا وكان النظام الملكي يعتقد فيه اعتقادا عظيما بقر كمركا مدحوينها حلقاس جوغنا أو حلقاس نولا كان يعتقد فيه اعتقادا عظيما ذهب يقول حويري آدو الشيخ وعقيد سنة شيخنا آد وآمن سلام مدحوينه لكونه لم يقبل منه شيئا محايا لي ولقيس مدحوينها حبك مقالا سياسي هدادا لعقتي سئيو الدنيا دي سداد النبت جلسه واكو كرامينا مخلوق ودانا نسيداسا ولقي وحا ليرين بقركي حلقا جوغي جري شيخنا أزدقاهي هل دينار ولا درهم كما أوسن قادا marka taasi maxay keentay in khalqiga oo dhan ay jeclaadaan xataa ru'aasada ay jeclaadaan oo ilaahay asagu ku kaaftoomay khalqigana wuu ka go'ay alqaadi az-zaahid saasu ahaa wuxuu geeriyooday 487 ee taariikhda hijriga ayuu sheekhu geeriyooday 487 ayuu dhintay rahimahullahu ta'ala qiraa'atan alayhi wal gudul akhri kitabki والحال أنا أسمع أنا المقلي في ربيع الأول وكتابك النو خبر قال لي الزاهد كان في ربيع الأول وكتابك النو خبر بش ربيع الأول
ربيع الأول كاسو من سنة 82 و400 حق سكاء هذا أفر بقول سديتا يلا بدي بشي ربيع الأول أفر بقول سديتا يلا بدي أي كتاب كنو خبر قال الكروخي كروخي يدب لوغو لابت كروخي هره سنة كلوغو باللابي والشيخ أبو الفتح الكروخي كروخي أي هذا ندب لوغو لابتو كروخي مشايخ كلنا كتابك وكا أخرستي واكن قال الكروخي السابق في الإسناد كروخي هذا أنصامر وحويري وأخبرنا وحكى كتابك أنه خبري هدنا الشيخ أبو نصر عبد العزيز عبد العزيز كاسو ابن محمد محمد كاسو ابن علي علي كاسو ابن إبراهيم شيخ أبو نصر كاسو الترياقي مقالة الترياقة له نسبية ومقالوين أيضا هرادي كويالا وحدا هو هراد دولك أفغانستان الترياقي مقالة الترياقة له نسبية يسونا ونور ربي وكان شيخا صالحا توفي في رمضان سنة 83 و400 وقد بلغ 94 عاما معمرها أفرتن سقاشن أفر سنة أي عمر جيسو قاري ترياقي بشير رمضان أفر بغل سديتن سد حدي أيو قاريو دي ترياقي والشيخ أبو نور رمي كتابك أبو بكرها أحمد أبو بكر أحمد كاسو ابن عبد السمد أحمد كاسو ابن عبد السمد عبد السمد كاسو ابن أبي الفضل أبي الفضل كاسو ابن أبي حامد أبو بكر كاسو الغورجي ساسر أضبطنا وغينك وقدين الغورجي رحمهم الله تعالى لو ذا شيخ الله أن حريسته يقول كتابك وينو شيغان وكتابك وان كدغي سني marka quurajigu ayadu saasan loo dabdinay وغورجه هوسنو كاغا ضبطنا قال في المغني بمضمومة وسكون واو وبالراء وجيم منصوب كذا ساسا لونس منصوب كذا ساسا لونس بي والمراد منه أحمد بن عبد السمد بن أبي الفضل أحد مشايخ الكروخ في الترمذي ومشايخ دي عبد السمد مشايخ دي سواي والترمذي شيخنا وقواه مركا مقالدان غورج أيضنا وحيد عدا هراتا أيضنا ومقالوين كل هراتا دولك أفغانستان هوستقوا والشيخ نور رمي كتابك أبو بكر أحمد بن عبد السمد بن أبي الفضل بن أبي حامد الغورجي رحمهم الله تعالى ضمير كاس مركا ومثنها رحمهما حقيقوا علينا وحنو علينا ترياقيا إيا غورجيا لبدان الشيخ لبدان الشيخ أنه قدم بيسي رحمهم الله تعالى قراءة حال كتابك الآخري قراءة أما قارئا حال عليهما لبدا الشيخ غيري أما قرئ كتابك والآخري لقراءة آخر عليهما لبدا الشيخ دشو كتابك القد الآخري جامع الترمذي والحالة القد الآخري أنا أسمع أنا أندقي سنة المغلي في ربيع الآخر أي كتابك النو خبرين بشي ربيع الآخر ربيع الآخر كاسو من سنة 81 و400 سنة أفر بقول سديتا يكو حق ذاك هذا قالوا مشايخ ذا سدح ذا وحيراهم سدح ذي الشيخ سدح ذي قالوا وحدها يسكجر وكروخي سدح شيخ ونوش إنه كتابك كقاتل سدح ذا الشيخ محيك ليهن وأزدي يترياقي يغورجي سدح ذا سمرك اللي قلت كذا وأزدي هره يترياقيا يغورجي سدح ذا قالوا هوسنو كاي إشاري أي الأزدي والترياقي والغورجي وهم شيوخ الكروخي سدح ذو شيوخ ذي كروخي وان قالوا سدح ذي الشيخ بوحي راهن أخبرنا أبو محمد كتابك أننا وحن نور رمي لهن أبو محمد الشيخ لديه جري عبد الجبار عبد الجبار كاسو ابن محمد كاسو ابن عبد الله كاسو ابن أبي الجراح بصيغة فعال أساسا أضرب ديننا وشغلنا بصيغة الفعال ابن أبي الجراح أبو محمد كاسو الجراحي جراحي له نسبة إلى جده هو أبوغيس جراحي لله جريه أبوغيس له نسبة أبو محمد كاسو المروزي أساسا شغلنا المروزي منصوب إلى مروى مقال مروى اللي يرى له نسبة قال في القاموس حكوري بلد بفارس
magaalo faris dhacdo wanisbatu beledkaas oo marwa marka loo nisbaynayo marwiyuna waa leeyahay wa marawiyuna waa leeyahay wa marwaziyuna waa leeyahay intaha almarwaziyu magaaladiisa marwaziya loo nisbeeyey almarzubaniyu marzubaan loo nisbeeyey marzubaan waxa weeye waa awowgiis haddana awowgiisii waa awowgiisa marzubaan la dhihi jiray nisbatun ilaa jaddihi sheekhan oo cabduljabbaar kaana miman wudica lahu alqabuulu fi lard dahabigu wuxuu yidhi dadka ardadan qabuulka loogu dejiyey ayuu ahaa abu maxamed marzubaani kaana miman wudica lahu alqabuulu fi lard wa kaana yacmalu alqanaanisa koofiyaalkuu samay jiray koofiyaalka waya'kulu min kasbih wixii koofidaas uu ku sameeyo kasabkiisa ayuu cuni jiray sheekhu banaa madrasatan wa daaran lilmardaa wuxuu dhisay oo u waqfay madraso iyo dadka xanuunsanaya guri uu ku waqfay dadka uu xanuunsanaya oo daarulmardaa uu u bixiyey ayuu markaas dhisay sheekhan sheekh saalixa ayuu ahaa wuxuu geeriyooday 412 taariikha hijriga ayuu geeriyooday قالوا وحي راهن أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجراحي المروزي المرزباني قراءة وقد قرأ كتابك والقد الأخرى قراءة آخر عليه شيخا مرزباني دشيس أي كتابك والقد الأخرى أخبرنا قال وحوير سونا مرزباني سنة وحوير أخبرنا كتابك وحنور رمي أبو العباس أي نور محمد محمد كاسو ابن أحمد كاسو ابن محبوب كاسو ابن فضيل أبو العباس كاسو المحبوبي أويس لو نسبي محبوب أبو العباس كاسو المروزي مقالة اسم مروى لو نسبي فأقر به بالمقروء عليه شيخ وحي اللقد الأخري فأقر به وحي اللقد الأخري بالمقروء عليه وحاقري الشيخ أياقري الثقة هامتك اللقو كالصورة الأمين كيل آمني أياقري وحي اللقد الأخري ويري كتابك اللقد الأخري وكتابك الشيوخ دي سلاس أن وقسو قاري شيخا محبوبي المروزي وشيخ توس وقاقاتي ترمذي إمام الترمذي وتوس وقاقاتي ذهبي وحويري رحل إلى ترمذة شيخا محبوب المروزي وحو الصفري مقالة ترمذ للقاء أبي عيسى الترمذي سيو أولا كلمة أبي عيسى الترمذي مقالة الترمذي الصفري سيو أولا كلمة أبي عيسى الترمذي سفر كسنة كنا وحو دعيو يري والله بقول إيه اللحدا إيه شنتي وسنة 65 و200 سنة 65 و200 مركز الصفري شيخ المحبوب المروزي وإمام الترمذي والصفري والترمذي جوي محور ربا كتابك إنه كسوقات وكسو برته جامع الترمذي وعمره 16 سنة مركو شيخني والترمذي والصفري وكتابك وكسوقاتنا لحية 10 سنة أيو شيخني جري لحية 10 سنة أيو جري المحبوبي المروزي فأقر به الشيخ الثقة الأمين جملة فأقر به الشيخ الثقة الأمين خلاف بدنا كجرة وحلو رجل هوسنا ورد بدن أي شرح كقل ورد وماشاس كقل جملة ماشى أي أسعته يا شيخ اللي هي الثقة الأمين وشيخه شيخ قري الثقة الأمين وحكولية هي مبارك فوري شرحيس هكذا وقعت هذه العبارة في النسخ المطبوعة في الهند بزيادة اللفظ فأقر به الشيخ ثقة الأمين بعد اللفظ المروزي كبعد وحل زيادية فأقر به الشيخ ثقة الأمين نسخين كان هذا هندي قال قد عن أساسا كأرق وقد وقعت هذه العبارة في بعض النسخ القلمية الصحيحة هكذا عبارة إنسان كل عادي نسخة وقلن كاللغو قرأ الصحيحة أخبرنا الشيخ الثقة الأمين أبو العباسي وإلا سهر مريئة ساسين أدب وقفي عنان لهيد وأبو العباس إن الله الدوام مريئة الشيخ الثقة الله مريئة نسخة قلمية الصحيحة أساسا كوارق أخبرنا الشيخ الثقة الأمين أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب ابن فضيل المحبوبي المروزي
بحذف اللفظ فأقر به إن لسك حذف مركب إن لسك حذف ووقوع لفظ الشيخ الثقة الأمين إنه دعوه بعد اللفظ أنا أخبرنا كبعد إنه دعوه وهكذا سلاسي وقعت هذه العبارة في الأثبات الصحيحة كتبت ثبتك وحالنا كتابك لقو جمعية أسانيد كتبت والديوان كوين وأسانيد دان لقو جمعية لها أثبات الصحيحة هذا أساس عبارة يكون عليه كثبت الكردي يثبت كزبري يثبت شنواني وشاه ولي الله ثبت كودي أساس يكون عليه وهذا مما أفادني شيخنا العلامة القاضي حسين ابن محسن الأنساري الخزرجي السعدي اليماني غفر الله له أي إفائدة سلاس وقد وقعت هذه العبارة عبارة أنه يكون عاد في نسخة قلمية صحيحة عتيقة أي قديمة نسخة قديمة هكذا ساس يقول عاد قال وحر أنبأنا أبو العباس محمد بن محبوب بن الفضيل المحبوبي المروزي الشيخ الثقة الأمين قال أنبأنا أبو عيسى بن الثورة الترمذي بحذف اللفظ فأقر به لسك حذف نسخة لا نساسا كنا عليه فأقر به لسك حذف وهذه النسخة موجودة في مكتبة خدابخش مكتبة الليلان خدابخش خان العظيم آباي وهندي ومكتبة أفهندي لو بحييه لو ما قعدر تنبيه الشيخ براروجين العبارة التي وقعت في بعض النسخ القلمية والأثبات الصحيحة معناها ظاهر واضح عبارة هو النسخة قلمك الصحيحة هي أثباتك وظاهر وإن له مريو الشيخ الثقة الأمين أبو العباس الدوام مريو ساسا دقدقها هي معنه وكذا وحا واضحة العبارة التي وقعت في النسخة القلمية العتيقة معناها واضح وأما العبارة التي وقعت في النسخ المطبوعة والنسخين كهذا النوع طابعاني فقد جزم بعض أهل العلم وحي جزمين بأن جملة فأقر به الشيخ ثقة الأمين فيها غلط إنه خلط كجره لا يستقيم معناها جملة معناها ما توسيده كوه هرابة كروني راهن مركا أسونا وتأويلين وحولي قلت هذه الجملة فيها ليست عندي بغلط بل هي صحيحة معناها مستقيم ومعنى مستقيمة ماشي القوة ذكرها فاعلموا أن المراد بالشيخ الثقة الأمين في هذه الجملة أبو محمد عبد الجبار وشيخا لليه فأقر به الشيخ الثقة الأمين وأبو محمد كهر اللعلين أبو محمد عبد الجبار اللعلين والمعنى وحي أن القاضي الزاهد أبا عامر قاضي هو الزاهد كاها أبا عامر والشيخ أبا نصر عبد العزيز والشيخ أبا بكر أحمد بن عبد السمد ومن تلامذة أبي محمد عبد الجبار كمذا أخذوا هذا الكتاب عنه بالعرض عليه كتاب كن شيخي كقاتين أيقو أبندقي بأن كان أحد مذا وحوها من تلامذة يقرأوه عليه مذا كتاب كان شيخ كدول الآخرين والباقون كانوا يسمعون أرضيك لنا ودقي سنين والشيخ أبو محمد عبد الجبار كان مصغيا والذكرى رعني فاهما وفهمي غير منكر ما إنكر سنين وحل كدول الآخرين وكان قراءة القارئ عليه هكذا قارئنا الساس وآخرين قلت ماذا يري شيخ النيو أخبرنا أبو العباس النور من ماذا يري محمد بن أحمد بن محبوب بن الفضيل المحبوبي المروزي إلى آخره فأقر به الشيخ الثقة الأمين مع نساس كتو سيمر شيخ ماذا يري هبلا كتابك إيو الرمي فأقر به الشيخ الثقة الأمين أي أبو محمد القري عبد الجبار يعني فأقر بما قرئ عليه ولم ينكر فصح سماعه منه وجاز لهم الرواية عنه ساسوي معناها الصحيحة يكد لي وحنا لو علينا أبو محمد عبد الجبار مركب وحوير مروزيغاس اسغنا أخبرنا أبو عيسى كتاب كان وحنا نور رمي أبو عيسى محمد أبو عيسى محمد كاسو ابن عيسى عيسى ويلكيسا عيسى هاسو ابن الثورة بفتح السين ثورة ويلكيسا ثورة هاسو ابن موسى ويلكيسا أبو عيسى هاسو الترمذي مقالديس لو نسبة الترمذي أبو عيسى هاسو الحافظ إمام الترمذي حافظ أيوة نور رمي قال وحوير إمام الترمذي رحمه الله تعالى أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب الطهارة هذه أبواب الطهارة بيان أبواب الطهارة أبواب أحاديث الطهارة طهارة أحاديث كسر أرورتي أحاديث تاس أبواب تدي طهارة داسو عن رسول الله أحاديث طهارة داسو
أحاديث الدهارة داسو عن رسول الله رسولك الله حق سكاهاتي صلى الله عليه وسلم أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى كتاب كيسي وحكم بالله أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثتي والطهارة وقور رمي نبينا صلى الله عليه وسلم قابك الله الطهارة قادنا iyo dahaaro la'aanteed in salaadu aysan ansixaynin axaadiistii ka hadlaysay ayuu sheekhu uu ku bilaabay kitaabkiisii waxaa jira marka nidaam sheekhu uu ku socdo marka uu abwaabta uu samaynayo hadda meeshan abwaab uu sheekhu yiri waa jamcu baabin sida macruufka ah loo yahay baab ayuu sheekhu wuxuu ku jamciyey abwaab uu ku jamciyey أبوابتاس جمع إمام الترمذي وحو استعماله بمنزلة كتاب الطهارة مرة هذا ركتي أصول جمعنا بابك أصول جمعي وأبواب دهي بمنزلة كتاب أي أولى متاعسك يعني ماشي علماء ذاك أي كعبير جيرين كتاب الطهارة أصول جمع أبواب أديك سدا أبواب أديك سدا سدا سأركض وحال أركض دونتا مركز الزكاة اللي جاره سو علماء كلام فقهاء المحدثين تو معبران أبواب كتاب الزكاة سو معبر جيرين أسوق مرده دونا أبواب الزكاة يكره دونا أبواب الزكاة استلاحيس مركي لجارو الصوم كنا ماشى فقهاء كلام علماء كلام المحدثين كتاب الصيام إيرهان أسوق حره دونا أبواب الصوم ونظام أسوق دكسرين أبواب الصوم كره دونا كتاب الحج ماشى لقى عبر جيرين وكتاب لقى عبر جري وحو كله دونا أبواب الحج مركا أبواب تسوي استعمالها بمعنى الكتاب أبواب الحج وكله دونا ماشي كتاب النكاح لقى عبر جري أبواب النكاح وكله دونا أبواب النكاح ماشي بيع لقى عبر جري كتاب البيع يسوي كله دونا أبواب البيوع كتاب الفرائض ماشي لقى عبر جري يسوي كله دونا أبواب الفرائض وهكذا إلى آخر الكتاب مركا الساس وإن الأوغان شيخ اصطلاح سوي ودكسري واي ماشي يعني أبواب وكيرا بمنزلة كتابك اللي سجاكتيس كتابك ويدح جلايين أبوابته يفصوش يدح جلايين كاسب لجيل مرك هوس المركب وكاء شارح ووحو كلية هاي وهكذا جرت عادة أكثر المحدثين رحمهم الله تعالى أنهم يذكرون الأحاديث والآثار في كتبهم على طريقة الفقهاء بعنوان الكتاب والباب ساسي فقهاء عبران المحدثين الكتاب والباب لكن الترمذي رحمه الله تعالى يذكر مكان الكتاب لفظ الأبواب ماشي أسوي كتاب وكره لها أبواب أديك سدا فيقول عليها أبواب الطهارة وأبواب الصلاة وأبواب الزكاة وهكذا إلى لقى أبواب الفرائض اللي لقى ساسو سوي استعمال الدولة ثم يزيد كبعد زيادنا بعد الأبواب لفظ عن رسول الله هذا نوع استلاحيس أبواب مركورانا عن رسول الله هذا نوع رأسية أبواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يقول حليه أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء وحيرا في توجيه هذه الزيادة ما لفظه وحلفظ يسويها فائدة ذكره أي ذكر عن رسول الله فائدة الشيخ أولجه وحوي هو الإشارة إلى أن الأحاديث الواردة فيها أبواب الأحاديث كسو أرورتي مرفوعات إن يتو إشارة لا موقوفات أي سنهين وعن رسول الله إذا سحكو إشاري أحاديث وسوء أرورين دون رن إني مرفوعتها مرفوع إلى رسول الله ويسنهين موقوف وذلك لأن قبل الزمان الترمذي وقبل طبقته كانت العادة أنهم كانوا يخلدون وحيسكو قسجرين الأحاديث والآثار كما يفصح عنه سيد عبدين يوم موضع مالك ومغازي موسى بن عقبة وغيرهما ثم جاء البخاري والترمذي أيامد وأقراؤهما فميزوا حيكل الصوعين الأحاديث المرفوعة عن الآثار انتهى والمراد من الطهارة من الحدث والخبث طهارة وحشاخ ولجيدا إمام الترمذي إن لقد ظاهر نقض إن الشرط تهي حدثك سواء كان أصغر أو أكبر أما هالنقض حدث كيوينا أما حدث كينا النجاس إن لقد ظاهر نقض وأصلها الطهارة أصل كيدنا النظافة والنزاهة من كل عيب حسي أو معنوي عيب كستو للدريمة ينوقفك النظيف كالنقض أما وح كستو معنوي ومنهم معناها معنى النظافة وحاكمذا قوله تعالى إنهم نبي الله اللوط يقومكم مؤمنين تراعسا وناس وضد أي يراهن ضد كاسو يتطهرون أي يتنظفون وضد إسناديفين أيوه والنظافة كد دالي يراهن
أبواب الطهارة عن رسول الله أبواب الطهارة أبواب أحاديث الطهارة أحاديث الطهارة أبواب تدو أحاديث الطهارة عن رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم حق إسكاعات باب ما جاء الله تقبل صلاة بغير ظهور هذا متكن باب ما حديث أي أبابيه حديث كاسو جاء يمد عن رسول الله رسولك الله حق إسكاعات صلى الله عليه وسلم وحديث كاسو محوها لا تقبل صلاة بغير ظهور حديث كيمد أي أبابيه باب ما حديث أي أبابيه حديث كاسو جاء عن رسول الله رسولك الله حق إسكاعات صلى الله عليه وسلم وحديث كاسو حكيمد لا تقبل صلاة لما أقبل بغير الظهور ظهار الآن صلاة لما أقبل بغير ظهور عن الحدث الأصغر والأكبر يا لجل حدث كأصغر كقفك وإنه كالظاهر نقضه حدث كي ويناي وقبس كواجبينها هنا وإنه كالظاهر نقضه والخبث نجاسنا وإنه كالظاهر نقضه أنت أسقفك مركو كالظاهر يهي أي صلاة دي صلاة أقبلها وصلاة دي سئنه قناه صلاة صحيحة ومجزئة هذيك الصلاة دي صد ما أنصحيسه قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني الثقة الحجة مولاهم أبو رجاء البغلاني محدث خراسان ودولك خراسان شيخ حديث كفافي ولد شيخ وحال على سنة بقول فرتين سقالكي 49 و100 وسمع من مالك وحديث كدغيست والليث وابن اللهيعة وشريك وطبقتهم عنه إساقنا وحا وحكوريي الجماعة محدثين تردوا وحي كوريين سوى ابن ماجه معنا وابن ماجه إساق روى عنه بواسطة محمد بن يحيى الدهلي ابن ماجه نفتي سوى كوري لكن بواسطة محمد بن يحيى بواسطة محمد بن يحيى الدهلي واسطة سوى قال وكان ثقة عالما صاحب حديث والرحلات رحلات هو رحلة وحديث الله رانيو وكان غنيا متمولا هنتيلها شيخ قتيبة لأن غني وجمع له الدنيا والآخرة إلهي الدنيا والآخرة وإلهي ويسوع الدار قتيبة غنيا متمولا قال ابن معين وحير الثقة وقال النسائي ثقة مأمون مات الشيخ وحد انت سنة الله بقول أفرتنك 400 عن 91 سنة كذا في تذكرة الحفاظ قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني الثقة الحجة 10 كان الشلم كسو قادني اللي بقول يا هالحديث انه كتابك كليه وانا شيخ وحن نري احاديث تبدا شيخ كتابك واحاديث تبدا قال وحيري قتيبة اخبرنا ابو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري الواسدي ثقة ثبت وصنا وكاية تاريخنا عن سماك بن حرب بن أوس بن خالد الدهلي البكري الكوفي صدوق ورواية عن عكرمة خاصة مضطربة لكن مركو عكرمة وحكا قادوا رواية داس الضراب كسمية ما حفظ وقد تغير بآخره هنا عقله سيسبدل فكان ربما يلقن كذا في التقريب كتابك التقريب سيسكسونا عن سماك بن حرب الكوفي الصدوق قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وحدثنا هناد بن السري الكوفي الثقة لم يتزوج قط هناد بن السري علماء حدان ولي اسم جورسن هناد بن السري وانا شيوخ ذا اسغنا وحو كميد aad ugu soo laabtay kitaabkan هناد بن السري 200 iyo shalay waxaan soo sheegnay 8 xadiis 208 xadiis inuu kitaabku leeyahay حادث markuu تحويله إلى لبا شيخ وحديثك u leeyahay قتيبة iyo هناد قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وحدثنا هناد بن السري ابن مصعب الحافظ القدوة الزاهد شيخ الكوفة أبو السري التميمي الدارمي روى عن أبي الأحوص وحكوريا السلام وشريك بن عبد الله يو إسماعيل بن عياش وطبقته وعنه إساقنا وحكوريا الجماعة سوى البخاري وخلق مخلوق بدنا وحكوريا سئل أحمد بن حنبل الويدي عمن يكتب بالكوفة كوفيا حديثك كقرنا قال عليكم بهناد لازمة هناد لازمة قال قتيبة وحير ما رأيت وكيعا ما أركن يعدم أحدا تعديمه هنادا سيدو هناد أوينين يقف أوينين ما أركن ثم يسأله مركز كبعدي وحي سؤال جري عن الأهل كورن وليجل قال النسائي ثقة توفي سنة 43 و200 عن 91 سنة سقاشا يكو سنة كنت وما تزوج قط ولا تسرى الضون حتى مصر يس نكاح لما قلن سرية الضون حتى الضون سرية حتى مقلن الشيخ وكان يقال له حال لديه جري هناد راهب الكوفة صوفي الكوفة لديه جري راهب الكوفة
وله مصنف كبير في الزهد كذا في تذكرة الحفاظ. قال وحدثنا هناد بن السري الكوفي ثقة لم يتزوج قط. قال حدثنا وكيع بن الجراح بن المليح الكوفي الثقة الحافظ عن إسرائيل بن يونس الكوفي ثقة ثبت مأمون. أوصو كل تاريخ دنك كايشي دمانته وعلماء صبرنا دمان. هو ابن يوسى ابن أبي إسحاق السبيعي الكوفي. قال أحمد ثقة ثبت. وقال أبو حاتم الصدوق من أتقن أصحاب أبي إسحاق. قال الحافظ في التقريب ثقة تكلم فيه بلا حجة. عن سماك السابق في الإسناد عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص ويلكيسو صحابي قاصد سعد بن أبي وقاص لكن يسوي مصعب هو تابعي يسوي صحابي ما أبيه لكن صحابي. مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني ثقة من أوساط التابعين. أرسل وحو حديث مرسل كوري عن عكرمة بن أبي جهل مات سنة بقول سدحدي سنة 300. عن ابن عمر حديث وحو كوري سوى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال رسولك نوح صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة وعدم القبول كناية عن عدم الصحة وعدم الإجزاء. لا أقبل ما وحلوك كنايونا لجلجدا عدم الصحة ما بأنصح يسال لجلجدا يعني. لا تقبل صلاة أي لا تصح صلاة ولا تجزئ صلاة ما لا أقبل يوحى لجلجدا ما بأنصح يسو من أقبل يسو صلاة داسو بغير الظهور طهارة الآن أهات صلاة طهارة لهين وحير النبي صلى الله وسلم وبارك عليه ما أنصح يسو من أقول يسو بغير الظهور من الحدث الأصغر والأكبر والخبث. حدث الأصغر يحدث كوينا ينجاس انت وحدث قف وظاهر كأهين صلاة دي ما أنصح يسو. ولا صدقة نور النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبل الصدقة. صدقنا ما لا أقبل بمعنى لا تصح ما أنصح يسوي ما بجد ما يسوي من الله أقبله. صدقة سوى من غلول أي من خيانة. صدقة خيانة حق إذا كأهاتي ما الله أقبله. غلول بضم الغين والغلول الخيانة وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة وحلق أحد. قاله النووي ساسو كفسر إمام النووي. وقال القاضي أبو بكر بن العربي وحر الغلول الخيانة خفية وسقر سودية وحلو خيانة. فالصدقة من مال حرام صدقوا مال حرام الله صدقستي في عدم القبول إن الله أقبله واستحقاق العقاب عقاب إن لقوم متيسناي وحيلمتها كالصلاة بغير ظهور في ذلك انتهى. وإن لقى أقبله إسكدها في هذه العقابة بكم متيسن مالت صور علي صور بلقيستي صور حدي هذا تراه وصدقيسن أما حجم كؤالي آتراه يا دم لقى أقبله عقوبنا وكون ديراد عذابنا وكون ديراد مركز صلاة دين أساسا المشبه صلاة دين أساسا لم يتهيو صلاة أيضا الظهارة لهين ما والله أقبل يوم ما أنصح يسمى قديسه. قال هناد في حديثه هناد كل اسم حوص وقفت الشيخ لما الشيخ إلا حديث كأولها قطيبة إيوه هناد مركه هناد لما الشيخ مركه إسخلافي لفظ قودي. قال هناد في حديثه وحكير إلا بظهور ساسير شيخي كلا محوير بغير الظهور شيخي كلا قطيبة بغير الظهور. لا تقبل صلاة لا تقبل لما أقبل صلاة بغير ظهور. وقال هناد في حديثه إلا بظهور ساس يسكو خلاف سنة الله الشيخ وكهوسنا كاغتها بني. ومقصود الترمذي بهذا هذا كان مقصود الترمذي وكله إظهار الفرق بين حديث قتيبة وحديث هناد. فقال قتيبة في حديثه حكير لا تقبل صلاة بغير الظهور. وقال هناد في حديثه لا تقبل صلاة إلا بالظهور. والله الشيخ فرق يقول حيوان. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وحير هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وحير الشيخ هذا الحديث حديث كان أصح شيء متك وصح لماذا بدون شيء قاسوا في هذا الباب كان لحديث هذا. وأحسن شيء في هذا الباب أحسن شيء من باب الحذف من الثاني للدلالة الأول. معنيه هرات كفهم سجن سلاسة أسوق الدري. وأحسن شيء في هذا الباب يكون حديث كان باب كان أو باب الظهارة أن هذا كهذا لينه أو باب كان إن صلاة الأقبل انتهار الآن حديث كوسا أرورتي حديث كان وصح نما بدن أسجن وناق بدن. والحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري. الحديث كان شيخ وكتل المامي أصح شيء في هذا الباب وأحسن. جماعة دون واسو سارين جماعة حولي جدا مركا مسلم النسائي
tirmidhi gan ibn maajah iyo abu daawud iyo bukhaari intaan ka ahayn way soo saareen sheekha marka ma sidaasa warkan loo nabadgelin ilaa asagu wuxuu yidhi xadiiskan asaxu shayin fi hada albaab salaad inaan la aqbalayn dahaaro la'aan xadiiskaana ugu saxnimo badan yidhi istilaaxaanna waa istilaaxii horaan uga soo hadalnay oo waxaanu nidhi asaxu shayin fi hada albaab haddii tirmidi uu yidhaaho macnaheeda waxa weeye kaliya ma aha xadiiskana ugu saxnimada badane mararka qaar waxaa dhici karta inuu xadiisku daciif yahay laakiin ula jeedo waa xadiiska ugu roon marna asaxu shayin waxay ku timaadaa calaa baabiha oo sideeduu sheekhu ula jeedaa marno kana ugu saxnimada badanoo wax ka saxsan maba jiraan marna saasuu u isticmaalaa laakiin hadda muxuu ula jeedaa sheekhu hadda sheekhan wuxuu ula jeedaa asaxu shayin fi hada albaabi xadiiskani ma ahan xadiiska baabkan ugu saxnimada badan bal asaxu shayin fi hada albaabi xadiisu abi hurayra liannahu ittafaqa calayhi albukhaariyu wa muslim xadiiskan xadiis kaloo ka saxnimo badanaa jira waa xadiiska abu hurayra oo bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen ilaa axaadiista ugu raajixnimada badan waa xadiisu shaykhayn ay isku waafaqeen marka asaxudan maxaan leenahay waa afcalu tafdiil laysa fii baabihi ilaa xadiiskan waa saxiix laakiin kii ugu saxiixsanay ma yahay ma ahan xadiis abu hurayra oo bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen ka sii saxiixnimada badan hoosna waa kaaga ishaaray hoos nafteeda waxbuu kaaga ishaaray oo tanbiihaanka hoose fiiri baraarujinuu yidhi laba baraarujinuu sheegay الأول إن قول الترمذي هذا الحديث يعني حديث ابن عمر أصح شيء في هذا الباب فيه النظر وهذا الأباهن إن دب له نظر بل أصح شيء في هذا الباب هو حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي وذكرنا لفظه فإنه متفق عليه الحديث هذا متفق يكاسى بابك وصح نبذ بذل ورساسك برارج وحديثك أشار دون النفتيس قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وفي الباب دي أتمنى سما ركتب وحشل أن نسوي شيء إنه مصطلحات وقبضنا كتاب كسر أروري وفي الباب باب كان هذا أنه كهذا لأنه لا تقبل صلاة بغير طهور حديث أيكسر وفي الباب مركب حينو إعرابا تهي خبر مقدم مبتدئنا محذوف مبتدئنا ماشي ولا قحت فيه وفي الباب حديث مروي عن أبي المليح ساسي كدغنت وفي الباب حديث باب كان حديث كلا كسو أرورو كسوغن حديث كاسو مروي لغوري عن أبي المليح عن أبيه أبي المليح أبيه وكوري أبوهنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة وفي الباب حديث مروي عن أبي هريرة وأنس باب كان حكى له كسو حديث أبو هريرة لغوري أنس لغوري أبي المليح لغوري هوسنا وكاغا إشارة حديث التخريج كوده هوسي حكولي هي أما حديث أبي المليح عن أبيه فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ولفظه حديث كاسوحها أبي المليح لفظه لا يقبل الله صلاة من غلول ولا صدقة بغير ظهور والحديث سكت عليه أبو داود ثم المنذرين وكأمس وأما حديث أبي هريرة وكان متك أقصح من البدن فأخرجه الشيخان كلام باب كان أقصح من البدن شيخان صار بلفظ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ الحديث وأما حديث أنس فأخرجه ابن ماجه بلفظ لا يقبل الله صلاة بغير ظهور ولا صدقة من غلول قال الحافظ في التلخيص حكيري وفي الباب وحكى له سؤال عن والد أبي المليح وأبي هريرة وأنس وأبي بكرة وأبي بكر الصديق والزبير بن العوام وأبي سعيد الخدري وغيرهم وباب كان مركو الشيخ وفي الباب ليه على وجه الحصر ولا مجد وكان حافظك أنت أنا بابك وكسر وليه حديث لغوري أنت أنا وأصحابي أبي سعيد الخدري وغيره وقد أوضحت طرقه وألفاظه في الكلام على أوائل الترمذي انتهى قال أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس وأبو المليح قال أبو عيسى الترمذي وحويري وأبو المليح ابن أسامة اسمه مجي عيسى أبو المليح عامر مجي عيسى وحال له عامر ويقال وحكى له زيد بن أسامة بن عمير الهذلي الثقة وأنا ثقة وكهوس كاغشي قال الحافظ في التقريب حكير أبو المليح ابن أسامة ابن عمير أو عامر ابن عمير ابن حنيف ابن ناجية الهذلي اسمه عامر وقيل زيد وقيل زياد ثقة من الثالثة من الطبقة الثالثة والجنة طبقاتك وحلقة صوب بالله طبقات الصحابة الطبقة الأولى
الطبقة الثانية وحين نقولنا كبار التابعين. الطبقة الثالثة اللي والطبقة الوسطى من التابعين كابن سيرين ونحوه. محمد بن سيرين شيخا هذا ولي أبو المليح. وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير نوال الهذلي وهو ثقة الله سبحانه وتعالى.